السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن تصدق، شاهد ماذا فعل وزير الخارجية الجزائري في اجتماع نظم بدولة قطر بشعار يحمل خريطة المغرب كاملة. شاهد الفيديو. لكن قبل البدء في التفاصيل، المرجو منكم دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والآن إليكم التفاصيل. انعقدت يوم أمس بقطر أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربية مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بمشاركة الدول الأعضاء من بينها المغرب. ومثل المغرب في هذا المنتدى وفد برئاسة سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد أيت وعلي. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية قال السيد أيت علي أن هذا الاجتماع يعد حلقة إضافية للتعاون العربي مع بلدان آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان القائم على الروابط التاريخية. وواصل التعاون البناء والإرادة المشتركة وأسس حوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها لبناء مستقبل على كافة الأصعدة يستجيب لتطلعات الشعوب وأمانها في التنمية والنماء والازدهار والاستقرار. هذا وفي ذات السياق شاركت الجزائر بدورها في هذا المنتدى الاقتصادي الذي عقب بدولة قطر الشقيقة دون أن تسجل أي اعتراض على خريطة المملكة المغربية. وهذا يبرز بجلاء تناقضات النظام العسكري الجزائري، خاصة عندما تم إقصاء نادي اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب قميص يحمل خريطة المغرب. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف شارك في هذا المنتدى الاقتصادي في الدوحة والتقط صورة جماعية بمعية باقي الضيوف وخلفه خريطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها ضمن خرائط وأعلام الدول المشاركة. والسؤال المطروح هنا، لماذا لم ينسحب من هذا الاجتماع؟ مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة رياضة بريس، شكرا على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.